أصدق بيت وأكذب بيت في آن واحد. يقول الشاعر المتنبي: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. أما أنه أكذب بيت لأن الذئب لا يعرف كيفية الحلب، والنملة أصلا ليست بالحلب. ويقول المتنبي: أما أنه أصدق بيت، فيقول: كنت مرة في أحد أسواق الكوفة بجوار امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاءها رجل غني فاحش الغنى فسألها: بكم رطل السمك؟ قالت المرأة: ب5 دراهم يا سيدي. فقال الغني: بل بدرهم. قالت: إن السمك ليس لي، وأنا لا أستطيع إلا أن أبيع ب5 دراهم. قال الغني: أعطيني 10 أرطال. فرحت المرأة وظنت أنه سيدفع لها 50 درهم، فلما أعطته السمك أخذه ورمى لها ب10 دراهم ثم انصرف. فنادته المرأة: يا سيدي يا سيدي، وهي تبكي ولم يرد عليها. فناديته أنا أيضا ولم يرد علي. لذلك قلت هذا البيت من الشعر: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. فقصده بالذئب ذلك الرجل الغني، وأما النملة فهي بايعة السمك الفقيرة. طبتم وطابت متابعتكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. في أمان الله.